دايما بشوف ان العقارات كلها متشابهه. كل الكومباوندز شبه بعض بنسبه 90%. كلها فيها كوميونتي، كلها فيها رفاهيه، كلها فيها سكيورتي، كلها حتى بتتباع وتتشرى بنفس الطريقه، مقدم وأقساط وهكذا، وكلها كمان بتتسلم في نفس السنين. ده بيصعب بشكل او باخر فكره ان ليه العميل يشتري دي وما يشتريش دي. مفيش تميز بنسبه كبيره. ده كان نقاش او حوار ما بيني وما بين حد صاحبي، ولكن انا رديت عليه وقلت له انت كلامك صح، انا مقتنع بيه مليون في المية. المختلف في المهنة دي او في الكارير ده او في الفيلد او الاندستري دي هو البياع نفسه، الشخص نفسه هو اللي فيه عوامل اختلاف عن اللي جنبه. في صفات اخلاقية دي مفيش فيها نقاش، زي النزاهة والامانة والنظافة، وانك بتشتري لنفسك، يعني انت بتشتري عميل كأنك بتشتري لنفسك، مش هتلبسه في حاجة وتجري وتقفل، كل ده تمام. الباقي المهارات والصفات بتاعتك هي اللي بتميزك عن اللي جنبك. بمعنى انت لازم تكون متعلم كويس جدا، لازم تكون عارف كل جنيه بيدفع في العقار ده هو قيمته تساوي ايه. لو حد بيستثمر تبقى عارف قصاد كل جنيه هيكسب كام وازاي وامتى. لازم بشكل كويس تكون عارف ايه الشركة اللي عندها سابقة اعمال حلوة والشركة اللي عندها سابقة اعمال فيها مشاكل، او الشركة اللي سابقة اعمالها اتأثرت بسبب مشكلة في السمعة بتاعتها. لازم تكون عارف كويس قوي انت بتبيع في انهي منطقه، ايه اللي ينفع يشتريه العميل ده عشان هو اند يوزر وعايز يسكن قريب، وايه اللي ينفع يشتريه العميل ده عشان هو انفستور وعايز يكسب على المدى الطويل. ده اللي يخلق اختلاف ما بين شخص والتاني، فالعميل يحس ان الشخص ده لا انا لازم اكمل معاه، ده شخص كويس وشاطر وامين وبيشتري لي كانه بيشتري لنفسه. فبالتالي انت معاك 10 وحدات في 10 مشاريع، واللي جنبك معاه 10 وحدات في 10 مشاريع كلهم شبه بعض، هيشتري هنا ولا هنا؟ هيشتري بناء على اختلافك عن اللي جنبك. دي وجهة نظري عن عوامل الاختلاف الموجودة في مجال العقارات. مفيش عوامل اختلاف خالص غير في البني ادمين اللي فيه، لكن العقارات معظمها زي بعض.